ده يا جماعة أشرف، طفل دار الأيتام اللي هيترمي في الشارع. أتمنى نعرف حكايته إيه، وأتمنى نقف جنبه ونساعده، حتى لو بشير أو بلايك، عشان خاطر يعيش عيشة كريمة. بص يا أشرف، إحنا دلوقتي بنصور عشان خاطر نعرف الناس حكايتك إيه، وأنا متأكد إن الناس كلها تقف جنبك وفي ظهرك. احنا بنيجي 18 سنة الضرب بتطردنا بره. واحدة واحدة بس. أنت دلوقتي لما هم هيطردوك بره الدار، أنت هتروح فين؟ مش عارف اروح فين لغاية دلوقتي. انا برتب احنا هنروح فين. برتب ان احنا طبعا إحنا اللي هي عايدة على مين؟ أنت اللي هي لوحدك؟ الدار، اخواتي اللي في الدار كمان، احنا كلنا في الدار اخوات. اللي هي مامتي امال فهمي ماسكه المنصب الامين، متوليه منصب الامين العام مساعد الاعلام بحزب مصر القومي، وشغاله وهي اصلا مذيعه، يعني شغاله في الانتاج يعني. ما تعيطش، طيب ما تعيطش، ايه ده بس. وبعدين ان ما تقولش يتيم دي تاني، انا اخوك يا عم. طيب تقدر تقول لي كان بيحصل معاك إيه في دار الايتام؟ اول حاجه، احنا مش بنعيش حياه كريمه زي ما انتم مفكرين. لا، ما فيش حاجه اسمها حياه كريمه. كله ضرب، اكيد طبعا في ضرب، في برضك تعذيب. الواحد ما مش الناس مفكره ان احنا نخش دار الايتام دي بناكل احلى اكل ونشرب احلى شرب. بس هل الناس حست بكل وجع كل شاب في دار الايتام؟ لا. انا في ثالثه ثانوي اصلا، يعني انا في ثالثه ثانوي. يعني انا خايف اكمل السنه دي بسبب موضوع خروجي من الدار. حتى اخواتي اللي هم اخواتي في الدار مش عايزين ان هم يكملوا السنه دي عشان هيطردوهم. انا بطلب من طبعا باشمهندس سليمان خليل اللي هو عضو مجلس الشعب، واتمنى ان هو يشوف رسالتي، يجي يعمل حاجه. كل اللي بيجي ياخد اللقطه ويمشي، يعني اي حد بيجي ياخد التصوير وياخد اللقطه ويمشي، ما بيستفاد. بيعملوا شو اعلامي يعني، كل مكان فيه الوحش وفيه الحلو. بس مش مفيش، في ناس ما عندهاش رحمه. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اشرف شاب عنده 17 سنة، هيطرد وهينام في الشارع. هو مش عايز حاجة غير حياة كريمة، يعيش ويتعلم ويبقى زيه زي أي شاب طبيعي. تعرف اصلا ان انا عندي شرخ في العمود الفقري ألف سلام عليك. وده سببه إيه؟ بسبب الضرب. ضرب؟ اه والله. أنت كنت بتتضرب هناك؟ اه. طب بتتضرب ليه؟ يضربونا بقى، احنا صغيرين كنا بنتضرب، فده اثر بقى بعد ما كبرت بقى. حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص أذى البني آدم ده. كما تدين تدان، زي ما عملت معاه أو عملتي معاه هيحصل في أولادكم وفي بناتكم. خلاص بقى ما تعيطش. مين اللي هيدفع حق الأكل اللي جاي ده؟ مين اللي هيدفع حق